صلى وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في يوميات منال وتوته. طبعا زي ما انتم شايفين كده، ده الروف. انا قلت لكم في الفيديوهات اللي عدت ان انا كنت بوضب في الروف الصيف اللي فات، وكان المفروض ان انا اصور الخطوات كلها بتاعته، يعني خطوات التوضيب. ولما الحاج تعب وكده وحصل الوفاة، فانا في حاجات يعني كنت مصوراها قبليها، الكلام دوت من فترة كبيرة، فركنتها. وطبعا وقفت التصوير لان طبعا الظروف ما كانتش تسمح وكده. فانا ايه، طبعا قلت انزل لكم الفيديوهات واوريكم الروف، طبعا التطوير اللي حصل فيه ايه. احنا طبعا غيرت ملامحه خالص، يعني انتوا ان شاء الله تستفادوا بجد من ان انتوا تخلوا مكان فاضي بلا سقف. وطبعا كنتوا شايفين شكله عامل ازاي، كان حلو مش وحش، بس كان برضو ليه ايه اضراره. فانا غيرت النظام ده خالص. دي البرجوله، انتوا عارفين ان الجنب اللي فيه المطبخ كان فيه برجوله، والجنب التاني كان فاضي اللي كان فيه الزرع. تمام. احنا نقلنا، بصوا ده الجنب اللي فيه المطبخ، ده كان فوق كده، فوق راسي كده كده كان فيه برجوله، دي شلتها نقلتها الناحيه التانيه. ده المطبخ. طبعا التصوير ده يا جماعه كان قبل وفاه بابا، ماشي، يعني التصوير ده من فتره كبيره، ماشي. فالمفروض ان انا هكسر المطبخ ده كله، البار ده كله بتاع المطبخ، وهشيل المطبخ ده كله. خليكم معايا بقى عشان ايه، ان شاء الله التغيير اللي حصل في الروف هيعجبكم جدا، ماشي. وهوريكم خطواته كلها، وهوريكم بقى من ايه ليه. تابعوا معايا بقى الفيديو للنهايه عشان تشوفوا الروف ايه وصل لحد فين. وعلى فكره مش الفيديو ده بس اللي في النهايه، لسه في حاجات جايه كتير قوي في الروف هتعجبكم. طبعا اللي هيقول لي واقفه بتكسري بايدك، وانا على فكره انا كنت طول عمري مع بابا او مع الحاج او ابويا زي ما بقول. كنت معاه في شغله، وكنت بروح معاه شغله، بعرف اكسر وبعرف ابيض محاره وبعرف ابيض فرشه وبعرف ابني، فاهمني. بس طبعا انا عشان فاطمه برضو يعني ربطتني شويه، انا مبقتش اعرف اعمل كل حاجه بايدي بسببها، ان هي تحط ايديها في كل حاجه. طبعا في حاجات في صنايعيه لازم يعملوها، بس انا بصراحه صممت ان انا اكسر البار ده بايدي. وعاندت نفسي ان لازم اطلع الرخام كله سليم، لان كنت عارفه ان انا هحتاجه. ليه؟ لان المفروض في بار تاني هيتعمل وحاجات هتتعمل، فانا محتاجه رخام. وانتوا شايفين الدنيا غاليه وخساره، لان ال الكاميرا ما بتجيبش الحجم الحاجه يا جماعه. يعني الفيديو التليفون مش بيصور الحاجه، بيجيبها بحجمها. على فكره دي كانت شوايه بس كبيره، انتوا شايفينها صغيره كده، لا حجمها كبير مش صغيره. والبار طبعا كبير برضو، والرخام عليه كتير، فانا قلت استفاد بيه وايه واكسرهم انا طبعا زوجي قاعد يزعق التبدأ، انا قلت له لا، انا اللي عايزه ايه اصور واكسر انا بايدي زي ما كنت بكسر، زي ما كنت بعمل زمان. بس كنت بستعيد نشاطي ساعتها يعني. المهم طبعا زي ما انتم شايفين كده ابتديت اكسر في البار. المفروض بقى ان كل ده يتشال، والسقف اللي فوق ده هنشوف يعني ان شاء الله هبضبه. هو اتعمل عشان مش هغشكوا يعني، هو اتعمل، ماشي. فخليكم معايا عشان تشوفوه هيعجبكم جدا. وهرجع اقول لكم يا جماعه، الحاجه مش بان انا اقعد في مكان غالي والكلام دوت، لا بالعكس، انت ممكن يكون مكان بسيط جدا، ماشي، وتوضبيه وبطريقتك يبقى احلى مكان. مش لازم تبقى كل حاجه غاليه وكل حاجه واو، عشان تبقي عايزه ايه، تبقي عايزه تبقي تعيشي يعني ايه في مستوى عالي قوي والحاجات دي. على فكره انا كنت قاعده في الشقه اللي فاتت ديت، اللي انا سبت الشقه، على فكره يمكن قلت الكلام ده في الفيديو. سبت الشقه اللي كنت فيها، اللي انا كنت بصور فيها في الاخر ديت، كبيره جدا وحلوه جدا. بس بصراحه يعني انا مش عايزه اقول تشاؤم عشان ما يقولوش ايه انت بتتشائمي ومش بتتشائمي، لا انا من يوم ما رحت وبصراحه يعني خدت خبطات خبطات خبطات، وكان اول خبطه ليا كان مرض الحاج. فانا بصراحه يعني ايه، عارفين ما ارتحتش فيها. بس بامانه الله هي شقه كانت جميله والله، وكانت حلوه جدا. وانا بس انا اللي يعني اول ما سكنت فيها من اول شهر او ما كنتش كملت الشهر وظهر مرض الحاج. فخدناها بقى، طبعا كان الحاج تعبان وكده فانا ما كنتش متفائله بيها، و... وصممت ان انا امشي. ورجعت طبعا فين، رجعت بيت العيله، ما رضيتش اروح شقه تاني، ورجعت بيت العيله. وطبعا الروف انا بوضب فيه، انتوا عارفين بروح شويه وكده. بصوا معلش انا بتكلم معاكم في حاجات برضه بعرفكم يعني الدنيا ما كانت ماشيه معايا ازاي. المهم رجعت بيت العيله، وان شاء الله برضه هصور لكم فيه شقه صغنونه كده وجميله، بس انا بحبها، ماشي. طبعا زي شايفين انا بكسر الرخام، دي الوزره بتاعت الرخامه، ماشي، صنايعيه مية مية اهو. بصوا انا بحاول عشان انا متراهن هو الرهان حرام، بس انا كنت متراهنه مع جوزي اني مش هكسر ولا واحده. يقول لي مش هتطلع سليمه، اقول له طب اوعى هطلعها، اقول له انا هطلعها سليمه. وفعلا طلعتهم كلهم سلام.
بصوا بقى، عارفين بقى اللي بتنحت، مش بكسر وخلاص والله، يعني بحاول ان انا على قد ما اقدر اطلع شيلت الرخام كله، عدت منكم دي، شلت الرخام كله طلعته سليم. تمام. ادينا نستفاد بيه بحاجه تاني. وكده بقى نبدا بقى في الهددان اللي بجد. انتوا مش متخيلين ايدي فقفقت بقى وكانت شغلانه. بس كنت مبسوطه بصراحه ان انا ان انا قدرت اكسره. لان بجد السيراميك على فكره، تكسير الحيطان غير تكسير السيراميك خالص، السيراميك صعب بجد. بس على مين؟ يعني برضو احنا رجاله برضو. بمناسبة اللي بتقول انت صوتك صوت راجل، صوتك زي صوت الراجل، بصي يا حبيبتي انا بعمل كل حاجة بيعملها الراجل، ببيض واكسر واعمل كل حاجة، وشيء يشرفني ان انا اكون زي الراجل. وعلى فكرة انا في عيلتي بيكلموني على اني راجل، يعني الكلام ده مش بيزعلني، بالعكس ده بيشجعني. كده هو كسر بقى كل ده، هشيل كل ده. انتوا متخيلين البار ده طلع عربية كسر، عربية كاملة، وانتوا متخيلين انا في الدور ال 13. مش هكدب اقول لكم انا شلت، لا طبعا عمرها ما تحصل، لان انا مش بجد كتير يعني، وغير ان مش هشيل، لا كتير. ما كنتش متوقعه ان البار دوت هيطلع كمية الكسر ده. انتوا متخيلين والله عربية اكتر من 25 شوال كسر، من شوية السيراميك والطوب دوت. طبعا فاطمة عمالة رايحة جاية جنبي، وانا بحاول ان انا ابعدها. شايفين الفن اهو. راجل ولا مش راجل؟ انا مش راجل طبعا، بس زي الراجل. ماشي. بكسر بصوا. انا كل ده خايفه على فاطمه، فاطمه بص عمالين رايحه جايه اهو. طبعا الخطوات اللي جايه تابعوني فيها عشان هتعجبكم باذن الله وهتستفادوا منها. هتستفادوا ان انتوا من مكان فاضي تقدري تعملي له سقف، وتقدروا على شرط مش سقف مسلح، تقدري تعملوا سقف وتقدري توضبيه، ومحدش يتخيل ان المكان ده كان فاضي كده، او ما كانش يعني من شكل لشكل تاني خالص. ايوه. ايوه يا معلم. فاطمه. فاطمه في لقطه كده وانا بصوت، طبعا انا بكتم الصوت لان احنا بنبقى بنتكلم، في لقطه وانا بكسر فيها، وهي واقفه الناحيه التانيه ومراقباني، وبعدين بتعمل لي ازاي؟ الصلاه على النبي عليك يا ماما خلتني سبت الاجنه من ايدي وقعدت اضحك اهو. طبعا هنا الاصوات اللي هتسمعوها بقى صوت حد بينادي، حد مش عارفه ايه، فاعذروني لان احنا هنا غير هناك، هنا المكان مختلف عن هناك. هنا ممكن لو حد كحف في الشارع هتسمعوه. بس بصراحه مش هكدب عليكم، انا مبسوطه لان بجد انا بعد الحاج كانت نفسيتي متدمره، وكان لازم ارجع هنا في وسط اهلي وفي وسط اخوات جوزي، ومهما كان برضو بياخدوا بحسي وبنقعد مع بعض وبتاع، برضو بيخففوا على الواحد، غير لما تبقي قاعده في مكان لوحدك. فاهماني؟ فبرضو بصراحه يعني انا مبسوطه، وهم كلهم مستغربين ان انا ازاي يعني رجعت تاني هنا بعد ما انا بقالي فتره، انا بقالي 8 سنين سايبه الشقه دي. ماشي. فقلت لهم لا هو الوقت لازم ارجع، لان انا فعلا نفسيتي كانت، يعني الحمد لله انا بحاول اشجع نفسي بالتصوير وكده. هو طبعا اكيد انا مش هنساه عمري، بس بنحاول، مش ننسى، بنحاول نمشي الدنيا يعني الحمد لله. اللهم اغفر لأبي وارحمه واسكنه الفردوس الاعلى، امين يا رب، امين يا رب، الله يرحمك يا حبيبي. آه. شايفين؟ بصوا توته واقفه لي فين بقى. يلا اي واحده تتجدع عن كده، ما تعملش نفسها تتكل على حد. كنت هعور توتين. تتكل وتقعدي تقولي انا مستنيه ده يعمل لي، مستنيه، لا انا ما بدل قادره اعمل حاجه بايدي بعملها، ما بستناش حد. فاهمني؟ يعني انا لو والله لو اي حاجه ببقى فاهمه فيها وعارفه ان انا هعملها بعملها. بصوا بقى هنا فوق المطبخ بعد ما كسرت دوت البرجول، دي البرجوله مكان البرجوله القديمه. بصوا عملناه صاج ازاي اهو. وبصوا بقى المفاجاه بعد الصاج، طبعا المطبخ ده كله هيتشال لسه ما شلتهوش. دي بقى المكان اللي كان فاضي ده اللي اتعمل فيه البرجوله، كده خلصناه، وهنا الصاج كده تمام. بصوا بقى اللقطه اللي جايه دي، تابعوني بقى ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، لان هتشوفوا فعلا الروف بقى من شيء لشيء تاني خالص، ويعجبكم جدا وهتستفادوا منه. هنا انا قسمنا الحيطه قسمنا الروف نصين، نص هيبقى جنينه، النص اللي في البرجوله ده يبقى جنينه، والنص التاني اهو زي ما انتم شايفين كده بقى ريسبشن، اتعمل بالجبسن بورد. بصوا جمال. على فكره صاجه اهوت ومش مسلح، وبصوا بسم الله ما شاء الله،
ولسه كمان انا كده يعني يمكن صورت لكم عشان فعلا فاتني كتير، لاني مش هعيد الكلام تاني. المهم يعني فاتني كتير منه ما صورتوش. بس بصوا اللقطة الأخيرة اهو. وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتعجبكم، لان في تطورات جميله قوي فيه وهتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد.